تطورات صفقة الهلال ونجم فلامينغو لوكاس، مصير دياز وتطور عرض رحيل ميشيل، مفاجأة بسبب كويلر والرحيل، ياسر الشهراني يبدأ مرحلة جديدة في رحلة العلاج. فجرت تقارير برازيلية مفاجأة بشأن ميركاتو نادي الهلال واستعداده من أجل فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد فترتي تسجيل كان غائبا عنهما. كشف الصحفي البرازيلي جيريلمي بينهيرو أن الهلال وضع إيرتون لوكاس ظهير أيسر نادي فلامينغو ضمن قائمة التعاقدات التي يسعى للظفر بها خلال الميركاتو الصيفي. وتابع: تألق الظهير البرازيلي مع فلامينغو في مونديال الأندية دفع الهلال لإبداء رغبته في التعاقد مع اللاعب صاحب 25 عام، خاصة في ظل الإصابات الكثيرة والغيابات الموجودة في هذا المركز. ويغيب عن الهلال ياسر الشهراني ظهير أيسر الفريق الأساسي بعد إصابته في كأس العالم، وحمد اليامي الذي ابتعد هو الآخر عن المشاركة بسبب الإصابة. وبدأ الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال في الاعتماد على خلفية الدوسري بمركز الظهير الأيسر بدلا من ناصر الدوسري الذي لم يقدم الأداء المميز في مونديال الأندية. بات مستقبل ناصر الدوسري مع الهلال في خطر، وذلك في ظل حالة الغموض بشأن تجديد التعاقد معه رغم دخوله الفترة الحرة من عقده. وغياب الدوسري عن المباريات الأخيرة تحت قيادة دياز يهدد مستقبل اللاعب الشاب مع الهلال. كشف الإعلامي البرازيلي فيني كازاغراندي عن تطورات جديدة في ملف نادي الهلال حول المدير الفني القادم ومصير اللاعب البرازيلي ميشيل ديلغادو بعد انتهاء الموسم الرياضي الجاري. وقال كازاغراندي بحسب شبكة فيفا سبورت إن الهلال يفكر في الاستغناء عن خدمات المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري، ويطمح في التعاقد مع مارسيلو غاياردو الذي درب فريق ريفر بلات لفترة طويلة. وكان غاياردو قد تولى تدريب فريق الهلال والنصر تحت مسمى فريق موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان في مباراة انتهت بفوز ميسي ورفاقه بنتيجة 5-4 على ملعب الملك فهد الدولي. وأضاف أن الهلال ينوي عمل غربلة شاملة في الفريق، خاصة بعد انتهاء فترة منع النادي من قيد الصفقات الجديدة والتي استمرت لفترتي تسجيل والتي ستشمل أيضا الطاقم الفني للفريق. وفي سياق آخر قال كازاغراندي: بالميراس وغريميو البرازيليين يريدان التعاقد مع اللاعب ميشيل الذي قدم مباراة رائعة أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، والهلال لا يريد فتح المفاوضات على الإطلاق لأنه لا يزال عليه حظر انتقالات من فيفا أو لأنه لا يمكنه عمل أي تعاقدات في الفترة الحالية. وفي منتصف العام الحالي سيعمل الهلال غربلة شاملة في النادي وسيكون أيضا قد انتهى من عقوبة الحظر. وأضاف: مدرب غريميو ريناتو غاوشو قال إنه يريد التعاقد مع ميشيل، ولكن هناك اتفاق شفهي بين اللاعب وماركوس باراز نائب رئيس نادي فلامينغو، وقد يبدأ الهلال في الاطلاع على عروض اللاعب في الصيف المقبل، وسيتواصل ميشيل مع ماركوس باراز ويخبره بأنهم لهم الأولوية في التعاقد معه. وتابع كازاغراندي: أمامنا 3 شهور انتظار، والهلال استثمر مبلغ 8.2 مليون دولار لأخذ اللاعب من فلامينغو ويريد البيع بنفس القيمة أو أكثر، وعلى النادي الذي يريد اللاعب أن يفكر في قيمته المالية، ولكن فلامينغو لديه الأولوية بعد الاتفاق الشفهي بين اللاعب ونائب رئيس النادي. كشفت صحيفة أويل أن نادي انترناسيونال برازيلي تقدم بعرض رسمي لنادي الهلال من أجل التعاقد مع الكولومبي غوستافو كويلار لاعب وسط الفريق. وجاء تألق كويلار مع الهلال في كأس العالم للأندية وحصد الميدالية الفضية للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليدفع انترناسيونال لطلب التعاقد مع اللاعب الكولومبي. وأوضحت الصحيفة أن النادي البرازيلي في حاجة ماسة للتعاقد مع اللاعب لدعم خانة وسط الملعب، حيث سيتم إرسال وفد رسمي رفيع المستوى من مجلس إدارة انترناسيونال للتفاوض مع الهلال بشكل رسمي. وسيتقدم انترناسيونال بعرض رسمي لشراء المدة المتبقية من عقد كويلر مع الهلال أو الحصول على خدماته معارا نظرا للحاجة الماسة للتعاقد معه. بدأ الدولي السعودي ياسر الشهراني
ظهير الهلال تدريباته العلاجية بعيادة النادي الأربعاء لأول مرة منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022. وأجرى الشهراني عمليتين جراحيتين في البطن والوجه بعد الاصطدام القوي مع زميله محمد العويس حارس الأخضر كلفه إصابات بالغة. وأوصى الطاقم الطبي بتوقف اللاعب تماما عن ممارسة الرياضة خلال الفترة التي أعقبت التدخل الجراحي. وكان الفريق الهلال أجرى تدريباته اليوم استعدادا للاستحقاقات المقبلة، والتي شهدت أنباء سارة للهلاليين بمشاركة سلمان الفرج قائد الفريق في التدريبات الجماعية، وكذلك اللاعب حمد ليامي، فيما شارك محمد البريك في جزء من التدريبات قبل أن يعود لاستكمال التدريبات منفردا ضمن برنامجه التأهيلي. كما خضع كارلو لتدريبات علاجية بعد شعوره بآلام في مفصل القدم. وكان كارلو تعرض لإصابة في مفصل القدم في مباراة الوداد المغربي بكأس العالم للأندية، لكنه تلقى العلاج اللازم وشارك أمام فلامينغو وريال مدريد. يصر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي استعدادا للموسم الرياضي القادم. وأعلن الإعلامي الرياضي لودي غاليتي تجهيز الهلال عرضا جديدا لميسي بعد رفض الأسطورة الأرجنتينية العرض الأول. وميسي البالغ من العمر 35 عام والذي ينتهي عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2023 رفض عرض من الزعيم الهلالي بقيمة 250 مليون يورو، أي ما يعادل مليار ريال سعودي، حيث يفضل الانتقال إلى الأرجنتين أو الدوري الأمريكي. وكشف غاليتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر عن أن الإدارة الهلالية تحاول إغراء ليو بضعف راتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع نادي النصر. ورونالدو البالغ من العمر 38 عام انضم إلى نادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي يناير 2023 لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو، أي ما يعادل 804 ملايين ريال سعودي في الموسم الرياضي الواحد. وأعلن الإعلامي الرياضي أن عرض الهلال الجديد لميسي يقدر ب 400 إلى 450 مليون دولار، أي 419 مليون يورو تقريبا، ما يقدر ب 1.7 مليار ريال سعودي في الموسم الرياضي الواحد. ألمح عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم من نادي الهلال للتعاقد مع ثنائي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم. ونشر سعود عبد الحميد وعلي البليهي ثنائي نادي الهلال صورا مع الفرنسي كريم بنزيما والكرواتي لوكا مودريتش على هامش مباراة الزعيم مع ريال مدريد. وخسر الزعيم الهلالي ب3-5 أمام الريال في نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المملكة المغربية في الفترة من الأول إلى 11 من فبراير الماضي. وقام سعود عبر حسابه الرسمي بإنستغرام بوضع صورته مع بنزيما، بينما ركز البليهي على لقطته مع المهاجم الفرنسي بالإضافة لمودريتش. وتنتهي عقود بنزيما ومودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم من نادي ريال مدريد في 30 يونيو القادم، وستتضرب